هي حكايات ليست ككل الحكايات، حكايات اختلت فيها سنة الكون ووقع ما قد لا يصدقه البعض. إليكم 5 قصص غريبة لرجال أصبحوا حوامل. تريستان ريس وامرأة تحولت جنسيا إلى رجل، وقد وقع في حب رجل آخر يدعى بيف تشابلو. لقد قرر الاثنين تبني كل من رايلي وهيلي أبناء شقيقة بيف التي أدمنت المخدرات في عام 2011. وكونهما رجلين كان حائلا في بداية الأمر من التفكير في الإنجاب، ولكن الأمر تغير بعد ذلك حيث قررا الإنجاب، وخصوصا أن ريس لا يزال يمكنه ذلك، حيث أنه لا يزال يملك الأعضاء الأنثوية. كل ما يحتاجه فقط هو أن يتوقف عن تعاطي هرمون التستوستيرون المساعد على رفع هرمون الذكورة لديه. وبالفعل حدث ما تمناه الاثنان، وحمل ريس وأنجبا طفلا ذكرا يدعى ديلبو في عام 2017. كريس ريهز دوبن رجل متحول جنسيا وقع في الحب مع امرأة تدعى إيمي، وقد قرر الاثنان الارتباط والزواج حتى يقيما أسرة طبيعية. وقد حاولا الإنجاب بشكل طبيعي لأكثر من 5 مرات، ولكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل نظرا لوجود بعض الموانع لدى إيمي مما أصابهما بالاكتئاب. لذا فقد قرر كريس أن يقوم هو بحمل الطفل في أحشائه بدلا من زوجته، خصوصا أنه لا يزال يملك الأعضاء الأنثوية التي تمكنه من ذلك. وبالفعل نجح الأمر، ففي عام 2014 استطاعا إنجاب طفلة تدعى هيدل بشكل طبيعي، وقد لقبها الاثنان بالطفلة المعجزة. أول رجل حامل في التاريخ كان رجلا يدعى توماس بيتي، وهو رجل متحول جنسيا، فقد ولد أنثى تدعى تريسي لاغوندينو، وأجرى عملية تحول جنسي لرجل قبل 10 سنوات، لكنه احتفظ بأعضائه الأنثوية. أما عملية الحمل فتحققت بعد أن حصل بيتي المتزوج حاليا من فتاة تدعى نانسي كانت قد أنجبت سابقا، لكنها اضطرت إلى إجراء عملية جراحية لاستئصال الرحم على حيوان منوي لتلقيح بويضة من رحمه. وزعم بيتي أن سبب قيامه بعملية التحول الجنسي هي وقوعه في حب زوجته الحالية، وبموجب قوانين هاواي فإنه يمنع زواج المثليين، لذا قرر أن يجري عملية التحول الجنسي، وداوم على العلاج بالهرمونات، وأجرى عملية لاستئصال الغدد الأنثوية والثديين. وقبل عامين توقف عن تعاطي التستوستيرون الذكري وعادت إليه الدورة الشهرية، وذلك في محاولة منه للإنجاب للمرة الثالثة. كايدن رجل متحول جنسيا من ولاية فلوريدا الأمريكية منذ أكثر من 10 سنوات، ونظرا لقيامه بإحدى الجراحات توقف كايدن عن تناول الهرمون المساعد في تحويله إلى ذكر بشكل طبيعي، مما أدى إلى حمله، وقد كان في قمة السعادة والذهول في آن واحد. ولكن الأمر تم بالفعل، تحول جنسيا واكتشف أنه حامل في الشهر الخامس، وأنجب طفلة أطلق عليها اسم إيزابيلا. ولكن بعد الإنجاب عاد مرة أخرى لتناول الهرمونات حتى يتجنب حدوث مثل هذا الأمر مرة أخرى. وكان كايدن قد تزوج من صديقه إيليا ليصبح لهذه الطفلة أبوين وليس لديها أم. السيدة رودريغيز وزوجها فرناندو، الزوجان اللذان يعيشان في الإكوادور، قد تعتقد للوهلة الأولى أنهما زوجان طبيعيان جدا، لكن ثمة أمر لا تعرفه، فلا الرجل رجل ولا المرأة مرأة. نعم، هذان الزوجان هما أول زوجين متحولين جنسيا ينجبان من بعضهما البعض، حيث ولد الزوج في الأصل أنثى، وكانت زوجته لسنوات رجل، وأجرى كلاهما جراحة تحويل جنسي ليصبح الوضع معكوسا، وتزوجا بعضهما البعض في 2013 ليكونا بذلك أول زوجين متحولين جنسيا في أمريكا الجنوبية، حيث قالت السيدة رودريغيز أنها لم تتمكن من ولادة طفل بشكل طبيعي، لذلك قرر زوجها إنجاب الطفل بدلا عنها نظرا لاحتفاظه بأعضائه الأنثوية.